صبرا فام ياسمين ثلاثان ياسمين ثلاثان. منور المداني، إعلامي وباحث في العلوم الإسلامية. طبعا المذهب المالكي هو المذهب الغالب على البلاد التونسية، 90% تقريبا من التوانسة هم مالكية. طبعا هذا في إطار خاصة بعد الثورة في الثلاث سنوات هذه لقينا برشا حملات كبيرة جدا، منها حملات اللي تدعو إلى اللامذهبية، أنه رافضين المذاهب بمختلف أنواعها، وهنالك مذاهب اللي هي تحب تخرج المذهب المالكي من بلادنا وتدخل وتعوضه بمذاهب أخرى كما المذهب الوهابي مثلا أو الفكر الشيعي بصفة عامة. طبعا هذا نوعا ما يمثل خطر على هوية وخصوصية بلادنا، وحتى يكون الجانب العقلي حاضر في ممارسة هذه التفاصيل بما يمكن الإنسان دائما وابدا من تحقيق حقيقة الاستخلاف في هذه الأرض. صبرا فام ياسمين ثلاثان ياسمين ثلاثان.